صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي هتشوفوني فيه. والله الجماعة بعتلي طالبين مني حكاية، كان في حد يعرفها طالب مني ان انا احكيها تاني. الحكاية عبارة عن ايه؟ احنا في يوم من الايام انا شغال، كنت في قنوات فضائية. طلب مننا ان احنا ننزل نعمل حفلة في مول، كان ساعتها اكبر مول في مصر كلها وكده. اتكلنا على الله، عملنا المعاينة وشفنا ايه المطلوب مننا، وبدأت بالليل ابعت المعدات، الإضاءة والستيج والاكسسوارات والصوت وكل الحاجات اللي هنستخدمها ان شاء الله في الحفلة. كويس. وقعدت اشتغل في الاستوديو لحد ما بقت الساعة تقريبا 2:30 في الفجر كده. رحت وصلت المكان، الموقع بتاع التصوير. فوجئت بان الكبير بتاع الإضاءة كلها في حالة إغماء وتعب شديد. كويس. وما كنتش عارف إيه اللي عنده بالظبط. كان معايا أخ زميل ليا منفذ الإنتاج، ناديته قلت له ماله، قال لي هو فجأة كده حصل عنده تلعثم في اللسان واتغير وبقى شكله مش طبيعي، ومش قادر حتى يقول نحط لمبة فين أو نحط العارضة فين أو نحط التراس فين. بقى ما هوش طبيعي. طبعا قعدت في خبر كان وفي حزبيس، خاصة ان الحفلة دي اللي هيذيع واللي هيقدم صاحب القناة الفضائية دي. اعمل ايه في الحالة دي؟ فضلت طبعا قاعد افكر افكر افكر، والاخر قلت استعين بصديق. طلبت زميل لينا هو الكبير في الاضاءة وفي اشغال اللايتنج والحاجات دي. قلت له انا في عرضك، انا واقع في مشكلة كذا كذا كذا، ومحتاجك تيجي تحل لي الازمة دي. ما خدش ساعة زمن، كان وصل عندي. كويس. وقال لي محلولة، وهو الأخ المريض دون روحناه بيته بأمان وسلام. والأخ الأستاذ اللي هو جاي يغتنا دون ابتدى يشتغل، والعمار اشتغلت معاه. وتاني يوم الحفلة طلعت على خير والسلام والحمد لله. وأنا مش عايز أوسع في الكلام، يا طالب مني إن أنا أقول الحكاية دي.